اليوم رايحة نهنيك من المطلوع ومن الخبيز، رايحين نديرو ميني مطلوعات ما تدلكيهم، ما تعجنيهم، ما تخليهم يريحوا، ما والو، ساهلين ماهلين مفرمجين ويقطروا بالبنة. شوفوا لي زي ما يجيو تعقبوا بهم الشريبة. واليوم تكوني تهنيتي من الخبيز، يعني تهنيتي من الطاجين. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا حبيتكم كامل تصليو وتسلموا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وحبيت لكل وحده عدات جازت وشافت القناه تاعي نقول لك بالك تعجبك ديري طله، ولا كان عجبتك ما تنسينيش بجام مليحه، وما تنسيش تحطي لي تعليق مليح حبيبتي فضلا وليس امرا. نبداو الوصفه تاعنا. اول حاجه بسم الله، اليان ولا بسينه ولا كل واحد واش يقول، نحطوا فيه كاس نتاع الحليب يكون دافي. كون يعود المطبخ تاعك سخون خليه بدرجه حراره الغرفه. نجيبوا مغرفه تاع ديسير نتاع السكر، مغرفه نتاع ديسير خميره الخبز، ما تكثروش لهنا الخميره باش يجيكم خفيف ويجيكم ابنين. نخلطوا هاد المكونات ونزيدوا عليهم ربع مغارف نتاع الزيت. نوري لكم الزيت لهنا راه يعطي خفه هايله، يعني هاد الخطوه لازمكم ديروها، ولازم تزيدوا ربع مغارف نتاع الزيت لهاد الكميه. كيما راهي توري لكم الصوره. نحكموا هادوك المكونات كامل نخلطوهم حتى تحسوا باللي هذاك الحليب والزيت اندمجوا مع بعضهم. واش رايحين نجيبوا بنفس الكاس اللي كينا به الحليب، رايحين نجيبوا كاس نتاع الفرينه ونزيدوا له مغرفه صغيره نتاع الملح. نخلطوا هاد المكونات كامل ونخليوهم بجيه حتى نحسوا بلي الخليط تاعنا بدا شويه يتضاعف. لهنا واش نديروا له، نجيبوه ونزيدوا له الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه متجانسه ومتماسكه، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه بزاف. كتعود طريه بزاف تاني من بعد رايحه تعليكم في الخدمه نتاعها. حاولوا تلموها غير بشويه. شوفوا نبقاو نضيفوا في الفرينه وما تقطعوش، حطوا بشويه حتى تحصلوا على هاد العجينه بهاد القوام. شوفوا لي القوام تاعها طريه وتجي ليس تجي ملسه كيما راهي توري لكم الصوره. ولهنا هاد الميني مطلوع تاعي موش رايح يتدلك، رايح نخليوه يخمر بجيه بنص ساعه. حكمت انا نصف صدر دجاج، ما تروحوش اللاشوار. رايحين نجيبوا العراب نتاعنا ورايحين نفوتوه في العراب الجهه الخشينه، ومن بعد نزيدو نجيبوا حبيبه صغيره نتاع البصل اننا نربيوها في العراب الصغيره ولا فوتوها في اللاشوار. انا قلت مادام لي جبت العراب خليه نكمل هكا باش ما نديرش لماعن. ونزيدوا عليهم سنينه ولا زوج سنينات نتاع الثوم، وتبلي الدجاج تاعك كيما حبيتي. انا حطيت له شويه نتاع فلفل الكحل، شويه توابل الدجاج، شويه معدنوس، ونزيدوا له شويه نتاع الزيت. قيس زوج مغارف ولا ثلاثه غير باش نطيبوا فيه. وما تنساوليش الملح، لهنا حاجه قليله من الملح. خلطوه مليح حتى يطيب ونحطوه في كاش بول ونحطوه بجيه حتى يبرد، لانه هاد المكونات كامل اللي رايحين نحشيو بهم ما لازمش يكونوا سخونين. كون يعودوا سخونين رايحين يفسدوا لكم الوصفه نتاعكم. حطوهم كامل في البول وخليهم بجهه. من جهه اخرى كمرحله ثانيه رايحه نوجد لاصوص طوماط. عندي 3 حبيبات نتاع الطماطم وعندي زوج سنينات نتاع الثوم. نربي هذوك السنينات تاع الثوم في نفس المقله اللي درت فيها صدر الدجاج، ونربي في الخشين هذيك الطماطم نتاعي. نزيدوا لها شويه معدنوس، شويه ملح، شويه نتاع الفلفل الكحل برك، ما تزيدوش بزاف التوابل يا جماعه رايحين تبدلوا لهم الكو. ورايحين نزيدوا عليها 3 مغارف ولا 4 نتاع الزيت هكا باش نخليوها طيب فيه. واذا كانت الطماطم تاعكم شويه حامضه زيدوا لها شويه سكر. طيبتها كامل كيما راهي توري لكم الصور. نشفوها مليح من الماء ونرجعوا العجينه تاعنا اللي كانت ديجا ضاعف الحجم تاعها عفوا ولات اختمرت. لهنا واش رايحه ندير، حندير لي بول تاعي رايحه نديرهم كامل بوزن 80 غرام. وزنوهم كامل 80 غرام. واللي ما عندهاش الميزان دير عينها ميزانها. نخدموهم كويرات صغار كيما راهي توري لكم الصور بهذا الشكل. تقدري ميم تخدميهم بين زوج يدين تكركبيهم. راهي العجينه تعطيك الطوع بزاف طريه، وصدقوني هاد العجينه تقدروا تخدموا بها اي مملحه تقدروا تخدموا بها، تجي بزاف هايله وبزاف بنينه. جربوها رايحين تدعيوا لي. بعد ما يريحوا هذوك الكويرات قيس 10 دقائق. 10 دقائق ماشي لازم يريحوا يعني باش يعطيونا الطوع برك، باش كي نحلوهم ما تعبناش. نسوبودريو لو بلون دو طرافاي تاعنا، يعني نرشوه رشه خفيفه بالفرينه ونزيدو نديرو رشه خفيفه لهذوك الخبيزات ونطرحوهم بالحلال نتاعنا كيما راهي توري لكم الصور. تحبي تحليهم كامل وتحطيهم بجيه وتحطي بيناتهم الفرينه، ومن بعد تبداي تحشي وتوجديهم وتحطيهم بجيه وغطيهم بكيس بلاستيكي. ديما غطيهم بكيس بلاستيكي باه ما تكشطلكش هذيك العجينه وتيبسلك كي تعودي طيبي فيها. كمرحله اولى نحطو
بعد ما بسطنا العجينه نحطوا مغرفه ولا زوج مغرفات نتاع الطماطم، ونزيدوا لهم شويه نتاع صدر الدجاج اللي طيبناه، ونزيدوا الفرماج. لهنا زيدوا الفرماج، زيدوا السلق، زيدوا واش تحبوا. الحشوه لهنا راكم احرار واش تحشيوها، كل وحده واش تحبوا حتى تزيدوا بيضه لهنا راح طيب لكم وتجي بزاف بزاف بنينه. نلموها بهذا الشكل ومن بعد ندوروها على الحواف كيما راهي توري لكم، ونضغطوا عليها نبسطوها شويه برك باه تجينا الحبيبه، ما تجيش يعني طالعه ومكوره، باش تجينا الشكل تاع المطلوعه كيما راهي توري لكم الصور. سوديوها مليح يعني اقفلوها من كل الجوانب باه ما تحللكمش في الطاجين، ودوروها. حطوهم هادو اللي وجدتوهم كامل في بلاطو، وغطيوهم بكيس بلاستيكي حتى نخلصوا كامل الحبات اللي عندنا يعني كامل. نحطوهم وخليهم يريحوا ويزيدوا يخمروا شويه ويجيو بزاف بزاف هايلين، كي تعطوهم الطوع في الخمور تاعهم ويطلعوا مليح، ومن بعد باه طيبوهم. لهنا الحبه الثانيه حبيت نعاودها معاكم باش نوري لكم كيفاش تقفلوهم. اقفلوهم مليح، كون ما تقفلوهمش مليح في هذه المرحله رايحين من بعد كي تحطوهم في الطاجين رايحين يتحلوا لكم ودير لكم هذيك الريحه تاع الطاجين وتوليو تغسلوا فيه. يعني من المستحسن نقفلوهم درك مليح، قفلوهم مليح، حوشيوهم كيما هكا. نعاودوا نفس العمليه اللي خدمنا بها الحبه الاولى، ونحاولوا نبسطوهم باطراف الاصابع ونشكلوا دائره وندوروهم ونحطوهم كيف كيف ونخليوهم يخمروا مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة على حساب درجة حرارة المطبخ نتاعكم. ولازم ديما قلت لكم تغطيهم بكيس بلاستيكي باه ما يتشقوا لكمش وباه يجيوكم الحبيبات ملاح. في هذا الطاجين تحبوا المسرح، تحبوا تاع الطين، كل وحده فيه تحب تطيبوا. انا طيبت في هذا الطاجين، حطيتهم نحسوهم باللي بداو شويه يخمروا، كم تشوفوهم يبداو يطلعوا شويه كيما راهي توري لكم الصور. راني تشويت بيديا وانا نوري لكم زي ما نحطوهم ومن بعد نقلبوهم كي تحسوهم باللي بداو شويه يطلعوا، كي تحطوهم في الطاجين يبداو يطلعوا. ولهنا نحوشيوهم يعني الحراف تاعهم هذوك. انا ما عنديش شاليمو، رايحه نفوتهم فوق الطاجين، بعد وقفوهم فوق الطاجين رايحين يوقفوا لكم ورايحين يطيبوا لكم كيما يحب الخاطر، حميمرين الله الله عليهم. شوفوا هادو الحبات الاولين حطيتهم، دوك نوري لكم كيفاش يطلعوا زي ماشي يخمروا، يجيو بزاف بزاف هايلين. جربوهم، رايحين تستغناو على المطلوع وتتهناو كل يوم مطلوع جديد. نقلبوا شوفوا كيفاش تطلع الحبه نتاعنا. كي تبدا تطلع دوريها على الجهه الاخرى، ومن بعد كي تحسيها باللي دات التحميره هذيك المناسبه حطيها على الحرف تاعها وقلبيها وبقاي قلبيها حتى تطيبيها. شوفوا الوصفه تاع اليوم بزاف هايله، نتمنى كامل تجربوها ونتمنى كامل تعجبكم. شوفوا لهنا بعد ما طابوا شوفوا زي ما يجي، وشوفوا الارتفاع تاعهم يجي بزاف هايل. هذا الميني مطلوع المحشي هايل بزاف، صدقوني رايحين نديروه اليوم ورايحين تجربوه كل يوم. شوفوا لي الحبه زي ما جات طالعه، جات عاليه، قاسها الخمور مليح. وشوفوا لي من بعد كي تحلوهم انا خليتهم بردوا تماما وجيت لهنا نحلهم معاكم. شوفوا لي الحشوه نتاعهم تجي بزاف هايله، تجي بزاف بنينه، ما نحكي لكمش على الخفه نتاعو يعني هايل من اروع ما يكون. وفي اخر الفيديو لهنا ما بقى لي غير نقول لكم ابقاو على خير وتهلاو في رواحكم. الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم وصحة من بعد فطوركم.